يا هلا بيكم، منورين ويا رب دايما متجمعين مع بعض ومع بيبو. تعالوا اقول لكم على طريقتين لتخزين الطماطم هتقعد معاكي من السنة للسنة. عايزين نختار الطماطم الحمراء مش الناشفة قوي بتاعة السلطة. تمام، بصوا شكلها جميل ازاي. اهي حمراء ومش ناشفة قوي قوي، عشان تبقى سهلة معايا وانا بخزنها وبفرزها، وكمان يبقى طعمها مسكر. هشيل بقى الورد بتاع كل طماطمايه كده، هنضفها كويس قوي قوي وهغسلها غسلة اخليها فلة. اول طريقة وهي طريقة سهلة جدا جدا، ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حركات. بننشف الطماطم حلو جدا وبتحطيها في الاكياس بتاعت حفظ الطعام وبنحطها في الفريزر. تمام كده. لما بتطلعيها تسيبيها في شوية مية دافية لو انتي مستعجلة عليها، وبتضربيها في الخلاط مع معلقة سكر، وبتصفيها وبتستخدميها كأنك لسه جايباها فريش. انا عن نفسي بحب الطريقة دي جدا جدا، واسهل طريقة. والطماطم بتكون كأنك لسه جايباها. ممكن نجيب الاكياس بتاعت حفظ الطعام اللي هي بالكيلو، بتبقى مقاسها كيلو او نص كيلو او 2 كيلو. بس زي ما قلتلك اهم حاجة هننشف الطماطم كويس قوي، وهتشيلي على قد مقدار الطبخة بتاعتك. كده انا عملت 5 اكياس من الطماطم الصحيحة. الباقي بقى من كمية الطماطم اللي معايا هنخزنها بطريقة الصلصلة، وهي طريقة منجزة جدا ما فيهاش اي حاجة. هنمسك كل طماطمايه وهنشيل العنقود الاخضر بتاعها، وهنقطع كل طماطمايه 4 كروس كده علشان تبقى سهلة معايا وتستوي بسرعة من البخار. كده بقى انا معايا كمية الطماطم قطعتها كلها زي ما قلت لكم 4 وحطيتها في حلة كبيرة. حطيت كوباية مية صغيرة، ما تحطيش اكتر من كده لان الطماطم هتنزل ميتها وهتلاقي مية قد كده. فمش محتاجين الا كوباية مية صغيرة بس. وهنرفعها على النار، هتاخد وتدي مع بعضها كده، واغطي عليها واسيبها مع نفسها. تاخد بقى نص ساعة، تاخد اكتر من نص ساعة، مش مشكلة. انت هتشوفي وهتعرفي لما تلاقيها ان هي اتهرت، وتقدري تفصلي القشرة بتاعتها عن اللحم، يبقى هي كده فعلا استوت. بصوا بقى هي كده قعدت حوالي نص ساعة. استوت خالص اهي، واضح يعني شكلها باين. بصوا سهلة جدا جدا. خلاص هي كده استوت خالص واتهرت مع بعض كده تمام قوي. هنضربها بقى بالهاند بلندر، ولو ما عندكيش هاند بلندر يبقى بالخلاط. بس لو هتضربيها في الخلاط ما تحطيهاش وهي سخنة قوي كده علشان شفشق الخلاط ما يبص منك. تمام. معجون الطماطم ده تحفة، منجز جدا جدا، وخصوصا بقى لو انت هتعملي محشي فبصراحة بيبقى منجز معاكي جدا، لان هو بيبقى خلاص متصلصلة وتمام قوي. فمش محتاجة بقى ان انت تقعدي تصلصليها وتاخدي وقت. لا، بتفكيها على طول وبتحطي الرز بتاعك والخلطة بتاعتك. انا دلوقتي بضربها بالهاند بلندر زي ما انتوا شايفين. هقعد اضرب اضرب لحد ما تنعم معايا قوي قوي، وهصفيها بمصفى ضيقة قوي. لو انتي مش عايزة تصفيها بلاش، براحتك. لكن انا بصراحة بحب اصفيها، بتكون احلى بكتير. شايفين بقى؟ بصوا نعمت معايا ازاي. جبت بقى الحلة بتاعتي والمصفى بتاعتي، وهبدأ اصفي الطماطم كلها، كل الكمية دي عشان نعمل الخطوة التانية ونضيف المكونات بتاعتنا اللي هتخليها فريش، وطعمها مش هيغير، بل بالعكس طعمها يبقى تحفة منين ما تطلعيها وتستخدميها. خزني بقى الكمية اللي انت عايزاها، وعلى قد ما تقدري تخزني الفترة دي خزني. كل سنة وانتوا طيبين. الفترة اللي جاية داخل علينا شم النسيم ورمضان، وفجأة بتلاقي الطماطم سعرها رفع جدا، فيبقى انت كده في التمام. شايفين بقى قوامها؟ تبارك الله، صلصة طبيعية 100%. شايفين جمال الصلصة؟ مش حلوة بس، بجد حلوة قوي وريحتها تحفة.
هرفعها على النار ويدوبك هتاخد غلوتين ومش هتقل عليها. تعالوا بقى نشوف المكونات اللي هتخليها تحتفظ باللون الروعة ده والطعم كأنها فريش. معايا معلقة ملح كبيرة، ومعلقة الملح دي هي المادة الحافظة بتاعة الطماطم. ومعايا معلقة سكر كبيرة، ودي اللي هتقلل من الحموضة بتاعة الطماطم. وكمان 2 معلقة بابريكا بتخلي الأكل تحفة، وكمان بستخدمها في معظم الأكلات، وكمان بتديني بقى طعم الصلصة بالظبط الجاهزة ولون أحمر روعة. تقلبتين بقى حلوين كده، شايفين بقى، شايفين لونها؟ ولا أجمل ولا أروع من كده. معلقة الملح ما تقلقيش مش هتحدق الصلصة خالص، هي مجرد مادة حافظة للصلصة هتخليها تقعد معاكي من السنة للسنة. والسكر عشان يقلل معاكي حموضة الطماطم، انا دايما بحط سكر، معلقة سكر صغيرة على اي طماطم بستخدمها. تاخد بقى غلوتين حلوين كده، مش هتقل عليها قوي، وهتبقى معاكي متسبكة جاهزة. مش هتحتاجي لما تيجي تطلعيها ان انتي تسبكيها لاي طبيخ. يا دوبك هتطلعي الكيس وتستنيه يفك شوية وتحطيها على النار غلوتين، برضو مش هتاخد معاكي وقت لان هي كده كده متسبكة. وهتضيفي بقى الخضار بتاعك مثلا البسلة او البامية وبألف هنا. خلاص طفيت عليها النار، شايفين بقى لونها روعة. هسيبها تبرد خالص، ما ينفعش تحطيها في الاكياس وهي سخنة، لازم تسيبيها تبرد خالص خالص. بصوا جمالها، عجباني قوي قوي، ناعمة وجميلة جدا، تحفة. هبدأ اعبيها في الاكياس بتاعة حفظ الطعام، وهحطها في حاجة غويطة كده علشان خاطر اقدر اعبيها بسهولة. وعبي بقى على قد الاكله بتاعتك، اهم حاجه زي ما قلتلك تكون بردت خالص. هنعبي بقى كل الكميه في الاكياس، ولو هتعملي محشي خلي الكميه في الكيس تكون اكبر شويه. تمام. دول بقى 8 كيلو من الطماطم عملوا معايا 6 اكياس صلصه، وكمان عملوا معايا 5 اكياس من الطماطم الصحيحة. بسم الله ما شاء الله، كمية حلوة جدا. انا كده ظبطت الاكياس بتاعتي علشان خاطر اعرف ارصها وما تاخدش معايا مكان، وتبقى الدنيا منظمة كده في الدرج. ودي كانت وصفتنا النهاردة، تخزين وتفريز الطماطم، حاجة كده سكر. اكتبولي في الكومنتات التكات بتاعتكم في تخزين وتفريز الطماطم، وكمان اكتبولي في الكومنتات الاكلات والوصفات اللي حابين نعملها مع بعض. وهستنى الكومنتات العسل بتاعتكم، وما تنسيش اللايك والشير.